قال عليه الصلاة والسلام: وتحج البيت. والحج أيضا ركن من أركان الإسلام لمن قدر عليه، ويكون فرض في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو نافلة وتطوع. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن هو واجب، هو فرض، لكن لمن قدر على ذلك، ووجوبه على الفور وليس على التراخي. من قدر على ذلك يجب عليه أن يحج فورا، وأن يعتمر فورا في العمر مرة واحدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتعرض الحاجة. إنسان قد يمرض، إنسان قد تعرض الحاجة، قد يموت، نحو ذلك. إذن يجب عليه أن يبادر بالحج ولا يتأخر عنه أبدا.